بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يومكم سعيد. آه الحق لا طردها في الاول، ما حبيتهاش. بعد جاني قلت عليش السعر المبالغ فيه هذا. كعطر اصلي وقلبين به الدنيا، وعليش واخذ الضجة هذه في الوطن العربي وما يستحقش. عادي، ريحته عادية بك. فقلت نطلع فيديو نحكي فيه انه هو هذا عطر عادي. طبعا بخيت منه. بعدين أسرني العطر بصدق، بعدين تملكني. لو أنت عربي صدقني مهما كان العطر هذا آه حي حيسيطر عليك، لأن النوتات العربية اللي فيه حتملكك ويخليك مع نفسك هيك. تدندن هيك، يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي. تيجي تغني هيك، يا ليلي يا عين يا ليلي يا عين. كيف تقول زي. ولو انت شاك في اصولك كعربي، العطر هذا جهاز كشف، حيبين لك الكلام هذا، حيبين لك انت عربي ولا. بدون مبالغة. عطر فريدريك مال الليل، مجموعة الصحراء مسمينها. العطر هذا موجه للوطن العربي فقط، يعني لعشاق العود. في الوقت عادي، ليش كان هيك عود وورد وعنبر فقط، هيك كان هيك. لكن جودة المكونات و... والاسرار اللي حاطن هو جوه مخليك انه هو كما تقول جراد دي ان ايه متاع العرب، وشو اللي يلفتهم. ففاز دومينيك روبيون، مصمم العطور مبدع لسلسلة فريدريك مال. آه، بجد بجد، طول ما انا ماشي في روائح عربية أصيلة تعبر عليك انت كعربي، تنابش فيها وتسيطر على مكانه، وخلتني وكأني راكب على خيل. طبعا في هيبة في الركب على الخيل. شنو فيه، شنو فيه، شنو شي ساير. بعدين انتهيت العطر. آه لكل عربي ضروري ضروري تجرب من عطر الليل. يومكم سعيد.